مستر كولر المدير الفني للنادي الأهلي بيستبعد اللاعب علي معلول من قائمة الفريق اللي هتواجه نادي صن داونز الجنوب أفريقي في ماتش العودة اللي هيكون في القاهرة، مع استمرار غياب اللاعب يحيى عطية الله عن اللقاء بسبب الإصابة اللي تعرض ليها في ماتش بيراميدز في الدوري العام. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي نجح إنه يقنع الرباعي محمد الشناوي ورامي ربيع وياسر إبراهيم وحمزة علاء بتمديد عقودهم واللي كانت بتنتهي بنهاية الموسم الحالي. الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بيسابق الزمن لتجهيز اللاعب وسام أبو علي لماتش العودة مع نادي صن داونز، ومستر كولر استبعد اللاعب وسام أبو علي من ماتش الذهاب بسبب إجهاد العضلة الضامة. صدمة جديدة من الكابتن محمود الخطيب للمسؤولين في نادي الزمالك بعد الأخبار اللي اتنشرت عن تفاوض نادي الزمالك مع لاعيبة النادي الأهلي المعار في الخارج، ومن ضمنهم اللاعب أحمد عبد القادر، والنادي الأهلي رفض بيع اللاعب لنادي قطر القطري بشكل نهائي، والنادي الأهلي فعلا جاله عرض رسمي شراء اللاعب أحمد عبد القادر، لكن مسؤولين النادي الأهلي رفضوا بيع اللاعب، لكن سمحوا بمد الإعارة موسم إضافي مع تفعيل بند الشراء النهائي بعد نهاية الإعارة، بس لازم اللاعب يمدد عقده مع النادي الأهلي لمد الإعارة مرة تانية. تلات نجوم من صفوف النادي الأهلي بيستعدوا للرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي، أولهم هو علي معلول. للأسف قصة علي معلول مع النادي الأهلي وصلت لنقطة النهاية، ومسألة تجديد عقده مرة تانية صعبة جدا بسبب عامل السن، وبنسبة 100% رحيل علي معلول عن النادي الأهلي حاجة أكيدة. تاني لاعب هو عمرو السولية، نهاية مشوار عمرو السولية مع النادي الأهلي بقى أكيد بسبب برضه عامل السن، وعقد عمرو السولية بينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبسبب إصاباته الكتير الفترة اللي فاتت وعدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي، دي كلها مؤشرات بتقول إن ده آخر موسم ليه مع النادي الأهلي. وتالت لاعب هو أكرم توفيق، وده رحيله ما كانش متوقع، وخصوصا إن مسؤولي النادي الأهلي كانوا متمسكين بيه إنه يكون ضمن صفوف الفريق، لكن بسبب المطالب المالية وتوقيعه النادي الشمالي القطري بقى ده تالت لاعب اتأكد رحيله عن صفوف النادي الأهلي في نهاية الموسم الحالي. مصطفى شوبير وعرض نادي فالنسيا الاسباني، اولا مفيش عرض جاله لا من فالنسيا ولا من غيره، وده كان مجرد عرض من شركه تسويق لعيبه، وعرضت على النادي الاهلي انتقال مصطفى شوبير لنادي فالنسيا، لكن نادي فالنسيا نفسه بعت عرض لضم اللاعب، ده ما حصلش نهائي. لجنه الكره في النادي الاهلي استقرت بشكل كبير عن عدم التعاقد مع اللاعب محمد بن رمضان، ومن خلال رؤيتهم ان عوده اليو ديانج هتكون افيد للفريق عن التعاقد مع محمد بن رمضان. رسميا قناة النادي الأهلي بتعلن عن وجود لقاء هيجمع النادي الأهلي مع نادي باتشوكا المكسيكي ضمن استعدادات النادي الأهلي منافسات كأس العالم للأندية، وقناة أون تايم سبورت أعلنت عن نقل الماتش بين الفريقين. النادي الأهلي هيستلم الدفعة الأولى من مكافأة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهتكون في نهاية شهر إبريل. خزنة النادي الأهلي بتنتعش بمبلغ 2.5 مليون دولار مكافأة الفوز على نادي العين الإمارات في بطولة الإنتر كونتيننتال. إشاعة الرنين بتثبت إصابة كريم الدبيس بتمزق في الرباط الخارجي للكاحل، وهيبعد عن الملاعب لمدة أسبوعين. الإعلامي سيف زاهر بيعلن إن النادي الأهلي بيحاول إن يمدد عقد إمام عاشور سنتين كمان علشان ينتهي في سنة 2029، ده غير إن إدارة النادي الأهلي هتزود لإمام عاشور الحملات الإعلانية كمكافأة ليه على مجهوده مع الفريق الفترة اللي فاتت. النادي الأهلي بينفع عن وجود أي عروض لضم حسين الشحات إذا كانت إعارة أو بيع نهائي، وحسين الشحات لعب مع النادي الأهلي في الموسم الحالي 30 ماتش، سجل 6 جوان وصنع 3. مسؤولين النادي الاهلي بيستقروا على ضم باك شمال محلي علشان تدعيم الفريق قبل كاس العالم للانديه، ومسؤولين النادي الاهلي بيفضلوا ما بين اكتر من لاعب زي توفيق محمد لاعب بتروجيت، ويحيى زكريا لاعب غزل المحله، ومحمد حمدي لاعب انبي المعار لنادي الزمالك، وده عشان يوفر مكان اللاعب الاجنبي في تدعيم خط النص او مركز الجناح.